السلام عليكم. عليكم السلام اخونا السني لو شيعي. أنا سني. حياك الله حبيبي. شيخ كمل علاء. بقى. شيخ علاء، أنا اليوم حضرت المناظرة تبع اللي أنت عملتها مع الشيخ وليد إسماعيل، صح. وكانت المحاضرة مدتها ساعة تقريبا، صح. وحضرتها كاملة للمناظرة وكمان انتقلت لشيخ تاني كمان كان عامل مناظرة كمان مع شخص شيعي كمان، ولكن كان هذا الشخص الشيعي من اليمن. فأنا اللي استوقفني عندك بشغلة، وعند المناظرة الثانية كمان قصة. الشيخ السني، أنا سني طبعا، الشيخ السني اللي كان عم يناظر اليمني حكى معه بكل وضوح، قال له: هل الوطن بالدين الإسلامي واجب أنه ندافع عن الوطن؟ فأجا قال له لا. عندنا قال له واجب. لا. قال له لا. هذا الشيخ السني، وهو هذا الشيخ السني معروف بالسعودية. قال له لا، مش واجب تدافع عن الوطن. قال له: شو السبب؟ الموت على وطنك يعتبر شهادة عندنا، تدري؟ الموت على دفاع الوطن. لا، هو قال لك لا، ما في شهادة، بتروح على النار، على جهنم وبئس المصير. هيك حكى بالحرف الواحد. قال اللي بدافع عن وطنه هو بروح على جهنم ومو شهيد، ليس شهيد. هيك حكى. لا حول ولا قوة. أنا هون بس سمعت هيك كأنك كبيت علي سطل مي سخنة. يعني مش منطقي، لأنه الوطن فيه العرض وفيه الشرف وفيه الكرامة وفيه أهلك وفيه ناسك. فأنت يوم عم تدافع عن وطنك أنت عم تدافع عن عرضك وعن شرفك وعن كرامتك. هاي الشيخ الفاجر بدي احكي، بس الله يخليك، بس معلش لا تنزلني، لاني انا بدي اخبص بالحكي، لاني انا اقسم بالله من جوا يعني كانك هببتني نار بس سمعت هيك. عرفت كيف كانوا يحرضوا الناس بسوريا ويدمروا الناس بسوريا، اوكي، وفززوا الدنيا بسوريا، وراحت عالم كتير بسوريا، دمروا سوريا من الشمال للجنوب، دمروا العراق يا اولاد ال 600 كلب، دمروا العراق. وراح اكثر من 3 مليون بالعراق بس باجل فتاوى كلاب. هذول كلاب، انا لا تنزلني ارجوك، لا تنزلني. كلاب، هذول مجرمين هذول. وبيجي شو بقول لك انت مش واجب عليك انه تدافع عن وطنك. انت اي وطن وعالم دين من السعوديه. يعني انت تخيل انه الشيخ بناس بقول لك لا انت ما واجب تدافع، انت اذا صار ما صار اهرب، اتركه لوطنك وامشي. يعني اترك مرتك، اترك اولادك، اترك ارضك وامشي يا رجل. انا خيو بدي انا حضرتك انا مش حضرت المناظره تبعك مع الشيخ وليد اسماعيل، وكنت اشوفه كيف يرفع راسه ويصير يدندر راسه. هذا اكبر دليل لهروبه التكتيكي. انا اعرفك عن حالي، انا زلمه طبيب، ماشي، بفهم بتشخيص الناس، كيف الناس بس بدها تهرب من الحديث. اوكي، هذا الشخص بس انت زرقته وبس انت حطيته بالزاويه، اوكي، هرب. كيف هروبه كان انه عم يورجي المتابعين تبعه انه بطل، يعني شيء انه انت عم تحكي شيء لا ما له قيمه، او انت عم تحكي بكلام غير له قيمه وغير غير عن ثقافه. لا حبيبي، انا بتمنى اذا في سنين هون معك بالبث يعرفوا ايش. وانا سني فلسطيني سني، وانت بتعرف الفلسطينيين اكثريتهم سني. وانا اقول لك شغله، الفلسطينيين هلا عم يفوتوا افواج بالمذهب الشيعي، افواج. وانا عم احكيك على بينه وبعرف افواج عم يدخلوا بالمذهب الشيعي. وان الشرف نكون شيعه الامام علي. هذا ان الشرف نكون. انا بحكي لك افواج من الفلسطينيين عم يدخلوا بالمذهب الشيعي، وان الشرف لانه هن اصحاب الحق واصحاب احنا لازم نبكي صراحه. نحن لازم، لانه احنا كنا مغيبين.
كنا مغيبين يا شيخ علاء، كنا مدمرين، كنا مسحوقين بفتاوى كذب ودجل بفتاوى ضلال بفتاوى كذب. أنا حضرت المناظرة تبعك، أقسم بالله يا وليد إسماعيل إنك هربت، وكان هروبك تكتيكي. يوم ما صرت ترفع راسك وتعمل لراسك هيك، وهو انت حكيت له، قلت له ليه عم ترفع راسك؟ ليش عم ترفع راسك؟ مناظرة فيست لازم يكون بيني وبينك نظر بنظر، وش بوش، ما تهرب مني. ليه عم تهرب مني؟ تعمل وساعة يفوت لك من بابه، انت تدخله على صلب الموضوع، وهو يهرب من باب تاني ويزت لك بالباب التاني. شيخ علاء المهدوي، إلي الشرف إنه أكون شيعي. أنا هلا بدي أعلن تشيع أمام الدنيا كلها، أمام أمة لا إله إلا الله كلها، أوكي؟ وإلي الشرف مواطن فلسطيني، وإلي الشرف أصلي بمسجد الأقصى وأنا شيعي. وانا اقول لك افواج عم تفوت الشيعة، افواج، وانا والله عندي علم وبعرف المناظرة. انا بايدك شيخ علاء، اسحقن لهذول بالمناظرات، اسحقن، طلع اللي تعلمته. المذهب تبعك طلعه يا اخي. الناس كلها مغيبه، ناس مدمره، ناس ما عاد تعرف شو، ناس كله كذب بدجل. يا رجل، مين هلا مع فلسطين؟ الشيعة. مين مع الفلسطين؟ الشيعة. ليه؟ والله سألت عالم شيعي، والله قلت له انتوا الشيعة ليش مع فلسطين؟ احذر، بقول لي نحن الشيعة تعلمنا نكون مع المظلوم أينما كان، مع المظلوم أينما كان. يا رجل، بكفي. أنا طولت عليك شيخ علاء المهدوي، أنا بدي أتشيع بس لأمني الحكي. الله يخلي لي إياك، الله يفتح عليك فتحة الإمام علي. هنيئا لك أخونا مقدمة على هذا الكلام وعلى هذا الأمر اللي حينما علمت به تبعته، وهو حق محمد وآل محمد. والحمد لله تعالى تقريبا أنت رابع متشيع بسبب المناظرة. وبالله وتالله يا إخواني أهل السنة ويا شيعتي على البيت، لم أريد شيئا من المناظرة إلا أن الناس تعرف الحقيقة. وأخذ وليد المناظرة بالاستخفاف والاستهزاء والتجاوز عليه والإساءة إلى علمائي، يقول لي أنا دوسا على السيستاني مالتك، وحاولت أكتم روحي لأن أريد أوصل الدين الحقيقي، وأريد أبين بأن إخوان والله يا أهل السنة، والله أعلم العامة مخدوعين، أيضا بين حقيقة هؤلاء، بل هم كفروا حتى أهل السنة. هو هذا وليد كفروا الأشاعرة وكفروا المعتزلة، فحياك الله ونتشرف بك. أقسم بالله يا شيخ على أنه هلا دمعتي واقفة بين عيوني. أقسم بالله أنا حزين على أمي اللي توفت وأبوي توفى على المذهب الكذب. احنا شيعة الإمام علي، هذا الصحيح. المنطق هيك بيقول، المنطق، العقل، شيل الكتب، المنطق، العقل. الإمام علي مين الإمام علي؟ ابن عم الرسول. فاطمة الزهراء مين؟ بنت الرسول. الحسن والحسين أولاد مين؟ أولاد فاطمة مين؟ فاطمة بنت الرسول. احنا وين رايحين؟ احنا عم نتبع أصنام عم نتبع. احنا قال عمر وقال أبو بكر، كله كذب. عمر كذب، أبو بكر كذب. أنا بدي أكون من أتباع الإمام علي، وراح أتبع الإمام علي حتى مماتي. لأمني هلا بس أحكي لي شو أحكي. الله يخليك، يا رب تغفر لي على الدجل اللي كنت أنا فيه. يا رب إن شاء الله بحق محمد وآل محمد وبحق حرقة مولاتي فاطمة أن يرحم والدتك وأن يجعلها في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين، وإن شاء الله تكون لها شفيع. لأن عندنا رواية عن فاطمة تقول عندما يأمر الله فاطمة حبيبتي ادخل الجنة، فتقف
فيقول لماذا يا فاطمة؟ قالت إلهي هنالك شيعة لنا، فيأمر يا شيعة ادخلوا الجنة، فيقفون إلهي هنالك أناس لربما مو شيعة أطعموننا في الدنيا، فبما أن والدتك أطعمتك في الدنيا وتعبت عليك وربتك وأنت إن شاء الله تكون شيعي، إن شاء الله تكون شفيع لها يوم القيامة. وأما قضية فلسطين، فلسطين سنية شيعية احنا نبقى ندافع عليها ولو ملحدة، لأنها مظلومة مضطهدة، فأي شخص مظلوم احنا مع واقفين. شيعة آل البيت هذا اللي يعلمونا آل محمد. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحده المكان لا يحده المكان، ولا يدركه الزمان، ولا يدركه الزمان. كبره تكبيرا، بس عيدها مرة ثانية بس مشان أسمع منيح. كبره تكبيرا، تكبره تكبيرا، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، طاهر مطهر من كل دنس، طاهر مطهر من كل دنس. وأشهد أن عليا ولي الله وحبيب رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله وحبيب رسول الله، وأن فاطمة مظلومة مضطهدة، وأن فاطمة مظلومة مضطهدة، وأن الحسن والحسين إماما هذه الأمة، وأن الحسن والحسين إماما هذه الأمة، والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين، والتسعة المعصومين من ذرية آل الحسين، أئمتي وحجج الله على البرية، أئمتي وحجج الله على البرية. اللهم إني ولي من والى محمد وآل محمد، اللهم إني ولي من والى محمد وآل محمد، وعدوا لمن عاداهم، وعدوا لمن عاداهم، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اسحق جميع من عاداك يا حسين، اسحق جميع من عاداك يا فاطمة الزهراء. اللهم اسحق من عاداك يا علي يا إمامنا يا رب يا رب. دخيلك تبرى بعد من أبو بكر، أنا نسيت ما برأتك. تبرى من أبو بكر وعمر، أنت تبرى أنت. أتبرأ من عمر وأبو بكر، أتبرأ منهم براءة فاطمة من عمر، أتبرأ منهم براءة فاطمة من عمر، أتبرأ منهم من براءة فاطمة من عمر، أتبرأ منهم من براءة دم الحسين، أتبرأ منهم براءة بيني وبين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أقسم بالله كنت مغلوب على أمري أنا كشخص. والله أنا عم أحكي مع على فكرة الشيخ علاء مهداوي، المناظرة أنت كنت أنت فيها، كنا بالقاعة عم نسمعك تقريبا شي 70 واحد كنا عم نسمعك تقريبا شي 70 واحد. وكانت في مناظرة تانية قلت لك مع عالم يمني جليل، عالم يمني جليل. أقسم بمن أحل القسم يا شيخ علاء مهداوي، يوم ما نسف مفهوم الوطن انك لا تدافع عن وطنك ولا تدافع عن عرضك، وقال انه انت اذا بتروح مش شهيد، ما انك شهيد. اقسم بالله هز ال70 رجل اللي كنا قاعدين، هز كياننا. صرنا نسأل نفسنا نحن وين كنا، مع مين كنا، وين كنا نحن كنا يمكن المشرك كان اخف وطئ. يعني تخيل انه انسان مشرك بالله، مشرك. احنا صرنا نسأل، احنا كنا يعني المشرك اخف منا، المشرك اقل اشي ما بيحكي بعض الكلمات يقنعك فيها. انت عم تحكي شيخ دقنه واصل لصدره،
دقنه واصله لصدره، وعم يحكي لك بلغه انه هو يعني عالم دين، عالم مرموق بالمملكه العربيه السعوديه. واخر شيء واللي عم يناظره شاب يمني، شاب هزمه وهرب. اقسم بالله وحق فاطمه الزهراء لا أبقى على ما أنا عليه حتى ألقى الله، حتى ألقى الله. والشيخ مهدوي أنا بتزوج وعندي أطفال وكل عيلتي، بس أنا في عندي مشكلة، أنا ببلد مغترب، ما في حسينية، ما في كل مساجد للسنة، بس أنا وين أروح بحالي؟ عادي صلي في البيت، أو إذا تخاف على نفسك تقية صلي مثلهم حفاظا على نفسك. تقية يعني فيني أصلي بس ما أبوح بسري، ما تبوح بسرك حفاظا على نفسك، كما فعل تقية مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله في القرآن: ورجل يكتم إيمانه خوفا على نفسه. إنه تحافظ على نفسك، الظاهر إنك مثلهم سنة حفاظا على نفسك إلى أن الله يفرج عليك. والله لا أصلي بالبيت وأتعبد ربي بالبيت وما أروح، أنا ما بدي لا أمارس تقية ولا شيء، أنا أبعد عنها الوساوس اللي دمر. على فكرة شيخ مهدوي، اللي دمرت أوطاننا هي السنة، اللي دمرت أوطاننا، اللي أصفينا مشتتين بدول العالم من وراء السنة، من وراء هذول. أنت في أي بلد؟ أنا ما بطول عليك شيخ مهدوي، أنا ما بدي أطول عليك شيخ مهدوي، شكرا لك. أقول لك أنت في أي بلد؟ أنا بألمانيا. بألمانيا خوب، أنت مو واجب تصلي في الجامع خوب، صلي في البيت عادي، خلاص في البيت صلي. شكرا لك شيخنا، شكرا لك، وأنا راح أكون متابعك، راح أكون متابعك إن شاء الله. شكرا لك، كتر ألف خيرك، شكرا لك، شكرا للجميع. ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، الله يرضى عليك، جزاك الله خير، الله يرضى عليك، هنيئا لك، هنيئا والله، هنيئا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا والله، هنيئا ما شاء الله. هذا كله أن دل على نجاح المناظرة بالصورة التامة الكاملة الشاملة، ما شاء الله. تقريبا رابع متشيع، هذا بسبب لبناني والأخ فلسطيني، واثنين أعتقد من الأنبار. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا والله. لا ربما المنطقة اللي بيها هو عايش، خوب ألمانيا فيها حسينيات بس يمكن المنطقة اللي بيها يمكن الحسينيات تبعد عليهم فد 5 ساعات، هو جاي يحكي على صلاة يعني يروح يصلي ويرجع، يمكن تبعد عليهم ساعة، واضح، مو مجلس، هو جاي يحكي على صلاة. يمكن الحسينية موجودة تبعد عنه ساعة، طبيعي جدا. احنا عندنا في العراق أماكن تبعد عنهم الحسينيات ساعة، أماكن عندنا في العراق، فكيف إذا كان في ألمانيا؟ فهذا أمر طبيعي جدا. الله يجزيكم الخير، ما شاء الله أخونا، هنيئا لك والله، والله أثلجت قلوبنا. موعود، هذا المقطع أريده موعود، المقطع والمقاطع.